هتلحق تجمع طوب شقتك وتأجر وتتجوز وتترقى وتحاول توقع باقي اللعيبة؟ شركة مدينة مصر ابتكرت نظام طوبة اللي بيساعدك تشتري بيت من غير شيكات وبطريقة دفع تناسبك. وقول أميم عملتها لك لعبة. يلا نشوف هتلعبها ازاي. لو عايز تكسب الدور لازم تبقى أول حد يجمع شقة كاملة مكونة من 3 كروت أوضة نوم و4 كروت صالة وكارتين مطبخ وكارتين حمام. وعشان توصل لهدفك محتاج تتكتك وتعمل شوية قلق في القعدة. هنبدأ نظبط أرض اللعب. حطوا في النص كروت الطوب، وزعوا على كل لعيب 5 كروت سحب. وعشان احنا طيبين هتلعبوا أول دور بكارت السوق في النازل من كروت سعر السوق، وفنطوا باقي كروت سعر السوق وسط كروت السحب كويس وحطوها في النص. لما دورك يجي اسحب كارتين، بعد كده العب من كارت ل3. أهم حاجة نزل فلوس على أرضك عشان تعرف تشتري طوب، ولو معكش فلوس نزل كروت السحب كفلوس وهتلاقي قيمتها عليها، بس ما ينفعش بعد كده تشيلها من الأرض وتستخدمها باستعمالها الأصلي. ممكن برضو تنزل طوب سحري يساعدك تجمع طوب شقتك، بس ما ينفعش تحط أكتر من كارت في مجموعة الطوب الواحدة. ما ينفعش بعد ما تشطب مجموعة كاملة تنقل منها كارت الطوبة السحرية لمجموعة تانية. نزل كارت تشطيب فوق أي مجموعة تكملها ولم فلوس التشطيب من كل اللعيبة بس حسب سعر السوق. ممنوع تشطب نفس المجموعة مرتين. لما تشطب أوضة نوم أو صالة حط عليهم كارت نادي أو موقع مميز عشان تزود قيمة الإيجار. ممكن تنزل في النص كروت زي اسحب ورقتين زيادة أو بتجوز أو تبدل مع لعيب. وممكن برضو تنزل كارت إيجار وتاخد فلوس من لعيب معين بشرط تكون شطبت مجموعتين طوب. بعد ما تخلص دورك هتقلب كارت الطوبة عشان تبدأ تجمع شقتك واشتريها بالفلوس اللي في أرضك حسب سعر السوق، ومفيش باقي. لو ما اشتريتهاش باقي اللعيبة هينزلوا عروضهم بشرط تبدأ بسعر السوق وانت طالع. صاحب أعلى عرض هتبقى الطوبة من نصيبه، ولو ما حدش عايز يشتريها خالص هتنزلوها تحت باقي كروت الطوب. بس خلي بالك عدد الكروت المطلوبة عشان تجمع مجموعة كاملة مكتوب على كل كارت طوبة، وخلوا بالكم برضو ما ينفعش ورق ايديكم يزيد عن 7، وإلا في عقاب قاسي جدا وهتضطر ترجع الكروت الزيادة في ورق السحب. لو لعيب بيسحب في دوره طلع له كارت سعر السوق هيحط فوق السعر القديم ويسحب كارت بداله. بره دورك لو لعيب رخم عليك تدفعله ازاي؟ من فلوسك اللي في الأرض. ولو اتزنقت على الآخر وفلست ممكن تدفع بطوبك حسب سعر السوق، بس ما ينفعش أبدا تدفع بكروت من مجموعة متشطبة. وممكن ترخم أكتر وما تدفعش خالص لو معاك كارت طوبي خط أحمر أو تحت البلاطة، بس ده الكارت الوحيد اللي ما ينفعش تدفع بيه. عشان تبقى خبير في اللعبة هنشرح لك تفاصيل الكروت. كروت سعر السوق بتتحكم في سعر بيع وشراء الطوب وكمان سعر التشطيب. كروت السحب كروت بتلم بيها فلوس من اللعيبة بكامل رضاهم طبعا. كروت بتساعدك تلم فلوس أكتر. كروت بتقلب بيها اللعيبة. كروت بتحميك من هجمات الأشرار. كروت بتسحب بيها تاني ويا سلام لو طلعوا فلوس. كروت الطوب دي الكروت اللي مفروض تجمعها. وآخر حاجة الكروت اللي كلنا بنحبها، الفلوس. لو جمعت 4 كروت صالة و3 أوضة نوم و2 مطبخ و2 حمام يبقى مبروك عليك الشقة والمكسب. جاهز تبني بيتك طوبة طوبة؟ كده الاستثمار بقى لعبتك بجد. يلا ابدأ اللعب.